38 وظيفه يا جماعه، يعني تغطي لي كل حاجه في المطبخ. الدرق بتاع الكبه 3 لتر، الخلاط لتر و800 يعني حوالي 2 لتر. بصوا بقى الموتور من النحاس، دي حاجة. الحاجة التانية زي ما اتفقنا وأهم حاجة 1000 واط حقيقي. شفتوا انتوا القواعد أو القواعد البلاستيك أو الكاوتش بتاعة الموتور اللي بتخليه يثبت كويس قوي على الرخامة، ما يتحركش أبدا. ده دورق الخلاط بالشفرات بتاعته الحاميه جدا جدا، وزي ما انتم شايفين الغطا الكبس اللي ما بيخليش نقطه ميه تخرج منه، زائد الدورق كمان الاساسي بتاع الكبه. شايفين الماتيريال بتاعته شفافه وجميله ازاي، كل حاجه فيه يا جماعه متقنه جدا جدا. الناس اللي بتحب محضر الطعام وبتحب يبقى كل الاجهزه عندها موجوده تحت ايديها، مش هتلاقي انسب من محضر الطعام بتاع رافال، سواء في الوظائف تعدد الوظائف اللي بيديها لي او في السعر الاقتصادي، وده اللي متعودين عليه من رافال. بصوا قطع الغيار قد ايه يا جماعه، المبشره وقطعه الشيبسي، وكمان قطعه الخضار اللي بيبقى تقطيع تخين شويه، السكينه الحاميه جدا، وادي كمان المطحنه. فاكرين كده المطحنه الاصليه بتاعت زمان، هي دي اللي موجوده معانا من رافال. واوعوا تنسوا احلى حاجه في رافال خدمه ما بعد البيع. رقمين التليفونات بيبقوا موجودين في الضمان وموجودين على الكرتونه، ودي احلى حاجه في رافال انا بحبها بعد السعر الاقتصادي. دي بقى كمان يا جماعه عصاره ليمون وعصاره برتقان. تعالوا كده نشوف. بصوا تعالوا نعصر البرتقان. السرعه القويه جدا اللي انتم شايفينها دي كمان على اول سرعه، على رقم 1. بصوا شايفين الجمال، مجرد بس انك بتسندي نص البرتقانه بايديكي. كمان الدرق بتاع العصير ده فيه مصفى من فوق بيحجز البذر زي ما انتم شايفين. وحاجه تانية كمان الحنفيه بتاعته بلوك، يعني انا دلوقتي قافله اللوك بتاعها، هوريكم دلوقتي ازاي تفتحيه كده. فانا فتحت اللوك، تعالوا نشوف دلوقتي. بصوا ادي البذر، وادي اهو اللوك اللي بقولك عليها، تقفليها وتفتحيها زي ما انت عايزين. تعالوا بقى نطحن اصعب تابل ممكن يطحن، الكباب الصيني. عشان كده دايما بنجيبها بودر من بره وبتبقى كمان متضاف عليها حاجات. تعالوا بقى نطحنها وتبقى اصليه معاكي، تخلي ريحه اكلك مفحفحه كده وزي العسل. وبرده على اول سرعه بضرب وارجع، اضرب وارجع. تعالوا بقى نشوف كمية الخضار دي هنعملها ازاي مع بعض. بطاطس وخيار وجزر وطماطم، دي قطعت الشيبسي ركبتها زي ما انتم شايفين، وكمان هقطع بقى البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله في ثانية البطاطس كلها بصوا كانت اتقطعت شيبسي بالمنظر ده. والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليها. شايفين الجمال؟ بصوا في ثواني البطاطس اتقطعت. انقعيها بقى في شوية مية ساقعة من التلاجة وعلى الزيت على طول، واحلى شوية شيبسي. طيب تعالوا نجرب المبشرة. المبشره بقى هتبشر لك البصل الخيار الجزر، وكمان هتحمي عينيكي بقى من ريحه البصل والدموع اللي هتنزل. مفيش الكلام ده، هتروحي حاطه البصلايه هتروح نازله لك على طول مبشوره. بصوا الجزر اللي هو اصعب كمان من البصل والخيار، بصوا مبشور بسهوله ازاي، ما شاء الله على الموتور. 1000 واط يعني 1000 واط بالظبط، وهي دي احلى حاجه في رافال. طيب تعالوا بقى بصوا المنظر، شوفوا الخيار والجزر اتبشروا ازاي، شكلهم يفرح، الله اكبر عليه. تعالوا نشوف القطعه دي بتقطع لي الخضار تخين شويه. يعني لو عندك اي خضار مش عايزاه يبقى مبشور، عايزه تقطعيه قطع تخينه، دي القطعه دي هتبقى ايدك اليمين في اي حاجه بقى تيجي في بالك. بصوا بتقطعها كده بالحجم ده. شايفين في ثواني وانا واقفه عملت 100 حاجه، 100 وظيفه مش 38. دي بقى السكينه بتاعه فرم الخضار وفرم اللحمه، وما ادراكم ما فرم اللحمه بقى. والطعميه الفول المدشوش الحلو، نعمل شويه طعميه ونعمل لحمه مفرومه على ايدينا في منتهى الجمال. بصي في ثانيه كل ده والله على اول درجه، على رقم 1. شايفين ما شاء الله الموتور عامل ازاي، في ثواني فرمت لي اللحمه ولا كلمه ولا كلمه. هوريكم كمان بصوا شكلها عامل ازاي. ايه الجمال ده يا رافال، بس ايه الحلويات بتاعتك وبتاعت محضر الطعام الجميل ده، غير بقى القطعتين دول اللي بتقشر الثوم والبصل، وكمان اللي بتخلط العجائن السايله زي الكيك والكريب، والسكينه دي اللي تقلبي بيها سواء في دورق الكبه او في دورق الخلاط. بجد رافال ابهرتني بالمنتج الجديد. مبروك يا رافال عليكي، ومبروك علينا المنتج الجديد محضر الطعام.